السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن نتائج الدوري المصري، وهنتكلم مع بعض عن اخر الاخبار بخصوص كهربا واخر الاخبار بخصوص صفقات النادي الاهلي، وهنتوقع مع بعض في اخر الفيديو التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي امام سيراميكا كليوباترا والطريقة اللي بيلعب بيها الكابتن احمد سامي. يا ريت بس قبل ما نبدا تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نكمل في الفيديو. نقول كده مباراة الدوري المصري كانت مباراة وحيدة النهارده، كانت ما بين الاتحاد السكندري وبيراميدز، وخلصت بنتيجة 3-0 لبيراميدز. نخش بقى كده على النادي الاهلي ونتكلم في صفقه محمد الضوي. خلاص الموضوع منتهي، اللاعب موافق على انتقاله للنادي الاهلي، وخلال الايام القادمه او في اول يناير هيتم الاعلان عن الصفقه. لسه بس حاجه واحده بس وهي الاتفاق المادي، لكن اللاعب موافق ومرحب بشده على الانتقال للنادي الاهلي. الاهلي النهارده ختم مرانه استعدادا لمباراه سيراميكا غدا، وطبعا المباراه هتبقى مباراه صعبه لان انت بتلاعب خصم كبير جدا وبتلعب طبعا مدرب كبير زي الكابتن احمد سامي. وان شاء الله التوفيق للاهلي بكره، وهنتوقع برضه مع بعض في اخر الفيديو التشكيل المتوقع للفريق. تمام، نخش بقى على موضوع كهربا. الايقاف هيترفع في 11/1 ولحد اللحظه دي مفيش اي عقوبه عليه. ده كده موضوع كهربا. هنتكلم بقى في حسام حسن. حسام حسن قريب جدا من الرحيل عن الاهلي في يناير على سبيل الاعاره لنادي سموحه. لحد اللحظه دي محدش عارف الاعاره هتكون 6 شهور او سنه ونص. وبرضه زياد طارق هيرحل معاه لنادي سموحه على سبيل الاعاره 6 شهور او سنه ونص. نفس الكلام بتاع حسام حسن، لا اما 6 شهور لا اما سنه ونص. اتمنى لهم التوفيق. النهارده الكابتن احمد حسام ميدو مسك تدريبات نادي الاسماعيلي استعدادا لمباراه الزمالك يوم الخميس القادم، وهو هيخوض المباراه. زي ما قلنا امبارح في الفيديو ان الكابتن احمد حسام ميدو خلاص بشكل رسمي مسك نادي الاسماعيلي، والاول مره كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى. هنقول بقى مباراه الدوري بكره عشان ننتقل الى اخبار العالميه. اول مباراه معانا وهي انبي والداخليه الساعه 3:15 بتوقيت مصر. ثاني مباراه معانا وهي طلائع الجيش وحرس الحدود الساعه 5. وثالث مباراه فاركو وفيشر الساعه 5 برضه، والاهلي وسيراميكا كليوباترا الساعه 7 مساء. نبدا كده بالاخبار العالميه، واول خبر معانا وهو خبر كريستيانو رونالدو. رونالدو قريب جدا من العوده الى ريال مدريد، والعقد هيكون 6 شهور مع تفعيل التمديد لمده سنه اخرى. لحد دلوقتي الكلام ده مش رسمي، لكن ده مصدر طالع من ريال مدريد ونتمناه يكون صحيح. وابنه رجع الى اكاديميه ريال مدريد، وده يدل على صحه الخبر. نخش بقى كده على مباراه الاهلي بكره مع سيراميكا كليوباترا. هنقول كده نتائج الفرقتين في اخر لقاء جمع ما بينهم، وهنقول اخر مباراه للفرقتين هذا الموسم. اخر مباراه جمعت ما بين الفريقين انتهت بفوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 4-0، ودي كانت اخر مباراه في الموسم الماضي. اخر مباراه سيراميكا كليوباترا انتهت بهزيمه سيراميكا كليوباترا بنتيجه 1-0 امام الاتحاد السكندري في الجوله الماضيه. اهم لاعب عندهم وهو جون إيبوكا، وهو مسجل هدفين وصانع هدف. بطريقة الكابتن أحمد سامي المعتادة بيلعب بطريقة 4-2-3-1، وممكن برضو يلعب بطريقة 4-2-2-2. بينزل مع جون إيبوكا أحمد ياسر ريان، أو ممكن هو يبدأ بأحمد ياسر ريان وبيبقى راكن جون إيبوكا دكة، وبينزل جون إيبوكا في الشوط الثاني زي ما عمل المباراة الماضية. كان بادئ بأحمد ياسر ريان وكان معاه جون إيبوكا دكة، وفي الشوط الثاني نزل جون إيبوكا. وممكن يبدأ زي مباراة الزمالك، بدأ بمباراة الزمالك بالمهاجمين كان جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان. وبصراحة الاثنين دول لما بيلعبوا مع بعض بيكسروا الدنيا، وخصوصا احمد ياسر ريان لما بيلعب في الماتشات الكبيره بيبقى عامل شغل عالي قوي. وخصوصا اللي هو برضه في ماتش الزمالك كان سجل هدفين او 3 وتم الغائهم، وبرضه كانوا عاملين قلق كبير جدا الفتره اللي فاتت لما بيلعبوا مع بعض. هنقول كده بقى مع بعض التوقعات لتشكيل الانسب لمباراه الاهلي. زي ما انتم شايفين ده التشكيل الانسب لمباراه الاهلي غدا. هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعه خط الظهر كريم فؤاد من ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، في قلب الدفاع هيبقى محمود متولي ومحمد عبد المنعم، في نص الملعب هيبقى اليو ديانج وحمدي فتحي، قدامهم ثلاثي على اليمين حسين الشحات، على الشمال احمد عبد القادر، صانع اللعبه هيبقى برونو سافيو، وفي الامام شادي حسين. الماتش ده انا عاوز ابدا بشادي حسين الصراحه، لان هو برضك يعني احنا ظالمينه لما جاب لنا هدف في اول الموسم، عمل شغل كويس. وبرضك حسين الشحات كل ما بينزل بيثبت لنا اللي هو راجع لمستواه بتاع العين، وانا اتمنى اللي ده يحصل. اتمنى اللي هو يرجع لمستواه بتاع المستوى اللي كان بيلعب بيه مع العين، وبدا يرجع لمستواه. اتمنى اللي هو يبدا بكره، هو لاعب كويس بيرجع يدافع كويس بيهاجم كويس. وكريم فؤاد اتمنى اللي هو يبدا بكره باك يمين. خلاص محمد هاني يعني احنا عاوزين نديله فرصه تانية، بس بلاش بكره وبلاش ماتش بيراميدز القادم، بس خلينا في ماتش بكره الاول. هو يبدا بكريم فؤاد باك يمين وحسين الشحات قدام، او ابدا بحسين الشحات باك يمين وكريم فؤاد قدام. اتمنى اللي هو يبدا بشادي حسين بكره، واتمنى اللي هو يبدا برضك بحمدي فتحي مع اليو ديانج بكره. عشان خلاص بقى اليو ديانج المره اللي فاتت لما قعد احنا افتكرناه بصراحه، يعني احنا كنا فاقدين اليو ديانج بطريقه كبيره جدا. هي يعتبر زي التشكيل المباراه اللي فاتت، بس تقريبا هيبقى فيه 3 أو 4 تغييرات، اللي هو اليو ديانج مكان عمرو السولية،
وكريم فؤاد هيبقى باك يمين، وحسين الشحات هيبقى وينج يمين، وكريم فؤاد باك يمين، وشادي حسين هيبقى مكان محمد شريف، او يبدا بحسام حسن. يعني بدا بحسام حسن تمام، بدا بشادي تمام، اي حد من الاثنين دول. في حاله الهجوم هيطلع كريم فؤاد مع حسين الشحات للزياده العدديه في خط الهجوم، وعلي معلول برضك هيطلع مع احمد عبد القادر لزياده الهجوم، وهيبقى قدامهم وبرونو سافي هيخش مع سيد حسين هيبقى مهاجم تاني، وهيطلع معاهم كمان قدام حمدي فتحي، وهيبقى ورا اليو ديانج وعبد المنعم ومحمود متولي ورا. تمام. ده بنسبة كبيرة المنظر اللي احنا هنشوفه بكرة. ولازم نخلي بالنا من جون اوبوكا واحمد ياسر ريان في الحالة الدفاعية، ولازم نخلي بالنا من المرتدات كويس جدا جدا. احمد ياسر ريان وجون اوبوكا لاعيبه سريعه جدا جدا جدا، وممكن يقلبوا الماتش في اواخر الدقايق. ممكن لا قدر الله يبقى متعادلين طول الماتش ويرتد علينا بهجمه مرتده تقتلنا في الاخر. ناخد بالنا. وفي حاله الدفاع لازم اللعيبه كلها ترجع لورا، ولازم تبقى اللعيبه مان تو مان. اكتبوا لي تحت في التعليقات توقعاتكم لمباراه الاهلي امام سيراميكا كليوباترا بكره. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا، مع السلامه.